السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رابع يوم الدراسة بالنسبة لنا، لان احنا بادئين يوم السبت. فانا النهارده هعمل النوتيلا عشان يبقى تجديد في السندوتشات وباسهل طريقة، وهقول لكم برضو انا عملت ايه تاني سندوتشات مع النوتيلا. هنا انا معايا كوباية سوداني، ومعايا نص كوباية كاكاو، ومعاهم معلقة نشا، معايا كوباية سكر وعليهم ذرة ملح وفانيليا، ومعلقتين شوكليت شيبس او شوكولاته خام 100 جرام، بس انا ما كانش عندي فكان عندي دول حطيتهم. ومعايا نص كوبايه زبده، مش هحط زيت خالص. ومعايا كوبايه لبن كامل الدسم، وهعوز تاني، بس انا دلوقتي حطيت كوبايه مبدئيا يعني. فانا خدت كوبايتين على فكره، يعني المقدار ده كله احتاج كوبايتين. فالمقادير دي كلها سهله وبسيطه خالص، ولا في بقى نسكافيه بالبندق، ولا في مش عارفه لبن بودره، ولا اي حاجه. اظن المكونات دي كلها كده سهله وبسيطه جدا. فانا هنا هاخد السوداني، هحمصه تحميصه كده بس عشان يطحن في الكبه كويس. السوداني ده كان عندي طبعا محطوط في الفريزر، فلازم بشيل الرطوبه اللي فيه. طحنته، وبعد ما طحنته بقى قدامنا كده عامل زي البودر اهو. شايفين؟ ده بقى بيدي طعم تحفه تحفه، لا تقولوا لي بقى نسكافيه بالبندق ولا اي حاجه. لا، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده ما شاء الله. هحط اللبن على البوتاجاز وعليه السكر وذره الملح والفانيليا. في هنا بقى حاجه انا هقول لكم عليها. لما تيجوا تحطوا اللبن زي كده ومعاه السكر، يبقوا حطوا كمان معاه الزبده، لاني انا نسيت احط الزبده فحطيتها في الاخر فغلبتني شويه على ما اقلب. هنا بقى رحت حطيت الشوكليت شيبس عشان تدوب في قلب اللبن من السخونيه بتاعه اللبن. هفضل اقلب كده لحد ما تدوب، وبعد كده هنزل بالسوداني علشان برضو يدوب مع حرارة اللبن. تمام، يبقى انا كده حطيت اللبن، وحطيت السكر وذرة الملح والفانيليا والشوكليت شيبس، وحطيت السوداني، وهنزل بالكاكاو ومعلقة النشا. هي المعلقة دي انا ما حطيتهاش، يعني هي سبت تقريبا حوالي معلقة كده في الطبق فما حطيتهاش يعني. هنا بقى هنقلب قلب قلب كده كله كده، يخش كده مع بعضه كده بشكل ودي. شايفين بقى بيغلي ازاي؟ هنا بقى معلقه النشا دي بتعمل ربط رهيب في النوتيلا دي. بتعمل بجد ربط كده حلو، وقوام كمان يعني كريمي كده، وبتبقى حلوه جدا. هنا بقى طبعا انا حطيت الزبده، فهتشوفوا بقى دلوقتي الزبده غلبتني ازاي لحد ما دابت مع المكونات كلها. فهي المفروض الزبده كانت تتحط مع اللبن، ما تنسوش الخطوه دي. هنقلبها بقى كويس، هي غلبتني شويه بس ما علينا يعني، مش مهم. بس انا بس حبيت اقول لكم للامانه يعني. هفضل بقى اقلب لحد ما يدوب خالص خالص، وما يبقاش في اي حاجه. اهي كده خلاص دابت اهي. هسيبها بقى كده، هفضل اقلب فيها شويه، وبعد كده هسيبها. هنا احتجت طبعا لبن فحطيت، يبقى هي كده خدت كوبايتين لبن. انا كنت سايبه الكوبايه التانية دي احتياطي عشان اشوف هحتاجها ولا لا، لان نوع الكاكاو بيختلف. فطبعا انا احتجتها. شايفين بقى القوام؟ هسيبها بقى لحد ما تبرد، وبعد كده هضربها في الخلاط. وهحطها في العلبه، وهي عملت على فكره يعني مقدار كويس جدا، يعني طلعت لي حوالي كيلو. فاظن ده حاجه كويسه جدا. هنا بقى عملت سندوتشات جبنه بالفلفل. بيبقى طعمها ميكس رهيب كده، حلو، طعم جميل جدا، وبيبقى تغيير في طعم الجبنه. يعني مره ممكن تحطوا عليها طماطم بس سليمه متقطعه كده 4/4، القطيه الصغيره تقطعوها 4/4 وتحطوها، او فلفل، فبيغير من طعم الجبنه، ما يبقاش الطعم التقليدي اللي احنا يعني اللي الولاد متعودين عليه كل يوم. انا طبعا مش هينفع ان انا اديهم السندوتشات كلها نوتيلا، لان كده يعني نفسهم هتجزع. فانا حطيت لهم 3 جبنه بالفلفل و2 نوتيلا، يبقى كلوا وفي نفس الوقت حلوا. طبعا هنا اللانش بوكس انا حطيت كده زي ما انتم شايفين بنفس النظام ده، خلوا الفتحه تبقى من فوق مش من تحت. هنا بقى شايفين بقى القوام بتاع النوتيلا بقى بعد ما ضربته في الخلاط وحطيته في التلاجة. يعني بسم الله ما شاء الله، بجد اللهم بارك، يعني طعم وريحه وقوام. بجد جربوا الوصفه بتاعتي دي وهتدعوا لي بجد. شايفين حتى انسيابيه بطريقه يعني بجد تحفه تحفه يعني. انا طبعا ما ضربتهاش في الخلاط الا بعد ما بردت تماما. وطبعا الوصفه دي اصلا انا كنت عاملاها من بالليل علشان تبرد في التلاجة للصبح. فاحنا بقى دلوقتي وانا بعمل في سندوتشات كده احنا الصبح الساعه 6. فشايفين بقى القوام بتاعها؟ ما شاء الله جميله جدا وتحفه جدا، وناعمه كده، والقوام بتاعها مظبوط، يعني مش محتاجه اي حاجه تاني. جربوا بقى الوصفه بتاعتي دي،
والافكار بتاعه اللانش بوكس لو عجبتكم. انا عايزه بقى لايكات كتير، واللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك، فعلوا زر الجرس، وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات في الوصفات اللي انا بعملها والافكار اللي انا بديها لكم في اللانش بوكس. وبجد بحاول يعني على قد ما بقدر ان انا اجيب لكم وصفات بسيطه وسهله ومتبقاش مكلفه، وفي نفس الوقت يبقى الاطفال مميزين. وكده احنا ما حرمناهمش بحاجه. مش شرط كل يوم يبقى بانيه او فراخ ولحمه وحاجات في السندوتشات، لا، دي حاجات بسيطه وجميله وبتسعدهم وبتفرحهم. ومع الف سلامه.